السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مصطفى صلاح. زي ما قلتلكوا كل مره هيبقى فيه فلوج جديد. النهارده الفلوج بتاع النهارده لذيذ شويه. احنا هنروح من ووترلو لتورونتو الاول، وبعد كده نروح ميسيساجا. هنروح نتفسح شويه في ميسيساجا. عرفنا ان في مطاعم هناك مصري وكده، وفي مطاعم بتقدم اكل مشويات، وفي انديان، وفي حاجات كتيره. لان ميسيساجا مشهوره هنا في اونتاريو ان هي من اشهر الاماكن اللي عندها اكل، وفي فرايتيز كتير قوي بالذات في الاكل. فهنروح جوله كده بسيطه مع بعض. اجرنا عربيه، استنى اوريها لكم، انا مش عارف هي باينه ولا لا، بس هي اهي فورد. فهنروح كده نشوف الدنيا مع بعض فيها ايه. درجه الحراره النهارده 0، فاحنا قلنا يعني نخرج نتفسح شويه بالعربيه. هي عربيه ما شاء الله، يعني عربيه كبيره وحلوه. فان شاء الله هنروح ميسيساجا كده وتورونتو. يعني احنا هنروح تورونتو كده نخلص حاجه حكوميه يعني هنا في كندا، وبعد كده هنروح ميسيساجا بقى نشوف هنتفسح وناكل ايه ونعمل ايه. العربيه من جوه اهي يا جماعه، بصوا عربيه كبيره ما شاء الله. يعني هي المفروض 7 راكب تقريبا، بس ما شاء الله يعني العربيه حلوه يعني. العربيه دي تقريبا ايجارها كام؟ العربيه دي تقريبا ايجارها حوالي داخل في $100، وبتدفع حوالي تأمين كمان 100. ان هي لو في اي مشكلة في العربية، في دامج او كده، بتدفع تأمين عليها 100 تقريبا، 100 وكسور يعني. لو انت بقى معاك جامعة for example University of Waterloo, تورونتو او whatever، انت بتاخد منهم discount حوالي 5%، which is يعني حوالي $5 ل $6 تقريبا. مش كتير قوي البرسنتج في ديسكاونت، بس يعني معقولة لو انت في جامعة student يعني. طيب انا جيت مطار تورونتو عشان اخلص حاجة كده، كان عندي مشكلة في الستادي بيرميت بتاعي. فجيت هنا الاميجريشن اوفيس عشان احاول اظبط الدنيا معاهم. وفعلا يعني بصراحة هم ناس يعني هيلبفول جدا، ساعدوني، مفيش اي مشكلة. المشكلة اتحلت يعني اللي كان عندي في الاميجريشن. ودلوقتي هنطلق لشوارع تورونتو وميسيساجا. هنا قررت اخش محل اسمه جاس. I think ده براند مشهور قوي. ده مشهور بالشنط والبنطلونات والحاجات دي. افريج البنطلونات حوالي من 59 تقريبا او 50 وكسور فيما فوق. يعني زي ما احنا شايفين دلوقتي حوالي 54. دي البنطلونات الولادي. الجواكت عنده تقريبا برضو بحوالي 70-80. البنطلونات سويت بانس تقريبا بحوالي 70-60 برضو. يعني الحاجات عنده بصراحة كنت متخيل انها اعلى من كده، بس طلعت ان هي سعرها كويس. دلوقتي هشوف محل تاني برضو اخشه. هنا قررت اصور نفسي لان انا عادة ما بصورش نفسي كتير. طيب انا رايح دلوقتي اصلي عشان انا يعني مش لاقيين مكان اصلي فيه، فهنصلي جنب الريست رومز اللي هي التويليتس وكده. هنا في المول طبعا لان مفيش اماكن كتيرة ينفع تصلي فيها، فهو الاوبشن الوحيد ان احنا نصلي جنب الريست رومز. خلصت صلاة ودخلت محل اسمه مايكل كورس. الشنط فيه تقريبا من 120 او 130 فيما فوق. يعني هو براند غالي شوية مقارنة بالبراندات التانية اللي هي زي تومي والحاجات دي. عندنا هنا شنط $200، وفي حاجات بتوصل ل200 وشوية كمان. بس هو عادة مايكل كورس دي أسعاره يعني
يعني هنا برضو كان في حاجات ب200 وفي حاجات، في شنط برضو شفتها ب300، بس الافريج من 100 ل200 دولار يعني. دخلت توني وحاولت اصور جوه بس الدنيا كانت زحمة فما عرفتش اصور. ودلوقتي احنا هنخرج بقى نشوف الاكل. ودلوقتي داخلين ادونيس ده من اشهر السوبر ماركتس في ميسيساجا. في حاجات مصري وعربية كتير. بعد تدوير كتير على مطعم ناكل فيه عشان كان يوم طويل، رحنا يعني قررنا على مطعم اسمه افغان فليم. بصراحة كان الاكل فيه حلو قوي. وهنا قررت ان انا اسوق شوية بقى واحنا مروحين لان انا معايا انترناشونال لايسنس، ويعني مشيت بالعربية شوية، العربية كانت جميلة. كده خلصنا الفلوج بتاعنا، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله في فلوجات احسن بكتير ان شاء الله.